مرحبا بكم في لمة دستورية، اللمة اللي تجمعنا مع بعضنا واللي من خلالها نحاولوا أن نبسط الدستور باش نفهموا المرحلة الجاية وكيفاش باش نعيشوها في تونس. موضوع اليوم هو المحكمة الدستورية. شنو هي المحكمة الدستورية؟ شنو هي تركيبتها؟ وشنو هي صلاحيتها؟ باش نحكيو مع مختصين في الموضوع هذا. باش يكون معنا منى التابعي وباش يكون معنا أنيس المرعي وزوز أساتذة جامعيين مختصين في القانون. ولكن قبل ما نحكيو مع المختصين خلينا نعملوا نظرة على ردود فعل الشارع التونسي حول الموضوع هذا ومن بعد نرجع. ولا المحكمة الدستورية كل ما هو يتنافى مع القانون. ماما اللي تنظر في القوانين الدستور. اذا كان مثلا عندي حكم في المحكمه وما عجبنيش الحكم هذاك نشكي المحكمه الدستوريه هذه بسبب تاخذ لي الحق نتاعي. هي اللي هي معناتها تصلح في الدستور وتقوم بالتصليحات تاع الدستور معناتها. المحكمة الدستورية اللي ما تنطبقش مع القانون تاع الدستور، هكا ما تنطبقش مع القانون، يعني الدستور يبدا نوع والمحكمة تبدا نوع، ما ينطبقوش مع بعضهم، يعني يحكم عليهم القانون تاع المحكمة الدستورية. والله ما عندي فكرة. aucune idée. ما نعرفهاش. المحكمة تنظر كان في طعن في الدستور، طعن في فصل من فصول الدستور مثلا، إذا كانت قدمت لها قضية بطبيعة الحال. تنقيح مثلا تنقيح فصل خارج عن القانون يقع المصادقة عليه، مثلا اسكو قانوني مش قانوني، منحاز مش منحاز، نجم يكون هكاك. كانت هذه ردود فعل الشارع التونسي حول المحكمة الدستورية، ومعنا توا المختصين ونبدا بك انيس. كانت تعطينا تعريف شنو هي المحكمة الدستورية؟ المحكمة الدستورية فراس هي محكمة خاصة ومختصة. خاصة من حيث تركيبتها، تنشوفوا التركيبة نتاعها من بعد بإطناب، ومختصة في مرجع النظر نتاعها الحكمي. يعني في ماذا تنظر هذه المحكمة؟ وهي تنظر أساسا في رقابة دستورية القوانين. قلت أساسا لأنها يمكن أن تنظر في العديد من المسائل الأخرى، وتضمن بالأساس عدم خرق الدستور من قبل الهيئات الدستورية، يعني كما رئاسة الحكومة وكما رئاسة الجمهورية وكما كل يعني ما يهم الشأن العام والشأن القانوني في البلاد. واضح. منى، كان نحكيو على التركيبة، هو كان ذكر التركيبة. شنو هي تركيبة المحكمة الدستورية؟ المحكمة الدستورية هي هيئة جيت جديدة في المشروع هذايا، وبالتالي تركيبة جديدة. ينص مشروع الدستور جديد انه الهيئه هذه او المحكمه هذه تتكون من 12 عضو. 12 عضو هذوما يكونوا من رجال القانون ونساء القانون، تكون عندهم خبره على الاقل نتاع 15 سنه في المجال. ولكن هذه هي التركيبة، صحيح فيها رجال ونساء القانون، ولكن بنسبة الثلثين فقط تتركب من 12 عضو، الثلثين متاعهم مختصين في القانون. ولهنا الدستور ما يقول لناش الثلث المتبقي شنو هو الاختصاص متاعه، ولا شنو هي تكوينه، ولا شنو هي المجال اللي يعمل فيه. ينتخب هؤلاء الأعضاء لمدة 9 سنوات ولمرة واحدة. من ينتخبهم وكيفاش يجي الاقتراح متاع الانتخاب متاعهم؟ هما ينتخبوا من قبل مجلس نواب الشعب من بين اقتراح رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس نواب الشعب، وكذلك من المجلس الأعلى للقضاء. كل واحد فيهم يعطي قائمة في الأشخاص اللي ينوي يرشحهم لهذا المنصب، والمجلس نواب الشعب هو اللي ينتخب هؤلاء الأعضاء. واضح. أنيس، إذا كان نحكيو على صلاحيتها، شنو هي الأعمال اللي تقوم بها المحكمة الدستورية؟ فيما يتعلق بالصلاحيات نتاع المحكمة الدستورية، هي أساسا قلنا بالأساس كون رقابة دستورية القوانين. وفي هذا الشأن فراس هناك نوعين من الرقابة التي كرستها هذه المحكمة، رقابة سابقة ورقابة لاحقة. إيش معناها؟ معناها أنه مشاريع القوانين الكل، القوانين العادية، القوانين الأساسية، القوانين الدستورية أو القوانين الاستفتائية، قبل ما تختم
وتولي نافذة وفاعلة في البلاد يلزمها تمشي لأنظار المحكمة الدستورية باش نشوفوا اسكو هي محترمة للقانون ولا ما هيش محترمة يعني للدستور. كان القانون يعني الدستور البلاد. فإذا لو كان لقيناها ما هيش محترمة المحكمة تقول توقف لهنا العملية ونعاودوا نرجعوا مشروع القانون هذاك إلى مجلس نواب الشعب ونقولوا راهو المسألة الفلانية هي راهي خارقة وتمس أساسا بالدستور. هذا فيما يتعلق بالرقابة السابقة، لكن هناك أيضا رقابة لاحقة وهذه مهمة وجديدة في تونس، على أساس وأنه يكون الإنسان في قضية ما، أي قضية تجارية، قضية مدنية، قضية جزائية، قضية اللي هي ينظر المحامي متاعه ويقول النص القانوني اللي مش يطبق عليا نتصور اللي النص ماهوش دستوري. لأن شنو اللي يصير؟ يوقف القاضي النظر في تلك القضية ويبعث بالإشكال القانوني هذايا للمحكمة هذية اللي تبدي الرأي فيها، وإذا لو كان ظهر أنه النص هذايا ماهوش قانوني فإنه نحيه في القضية هذيك، وإذا لو كان ظهر أن النص قانوني نكملوا العمل والنظر في تلك القضية. هذا فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة والرقابة السابقة، ولكن عندها مهام أخرى ومهام هامة جدا. المهام هذه مثلا تنظر فيما يتعلق بإمكانية التصادم بين مؤسسات الدولة ساعة لساعة. وإحنا شفنا كون رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يختصوا في السلطة التنفيذية بتسيير دواليب البلاد، ساعة لساعة كل واحد يقول لك هذا من اختصاصي. أيوة. ويصير ويصير نوع يعني من الإشكال. شكون مش يفصل بيناتهم؟ هي المحكمة الدستورية. شفنا زاد فيما يتعلق برئاسة الجمهورية أنها هي التي تنظر في لائحة اللوم المقدمة، لائحة مش لائحة لوم، هي لائحة مقدمة من طرف نواب الشعب باش يحاولوا يعزلوا رئيس الجمهورية. وإذا لو كانت هناك إدانة فإن المحكمة هي التي تدين. وفي الأخير نشير إلى أنها تنظر أيضا في النظام الداخلي، النظام الداخلي اللي نحب نقوله بالمناسبة للمشاهدين وقت اللي يقول مثلا في إطار المجلس الوطني التأسيسي نقطة نظام، هذاك هو يعني فصل من فصول النظام الداخلي، يعني كيفاش يتم تسيير عمل في المجلس يعني النيابي اللي هو مجلس نواب الشعب. هذا بالنسبة للصلاحيات. اليوم يقول قائل منى شنو أهمية أنه يكون عندنا محكمة دستورية؟ إنشاء المحكمة الدستورية هو حاجة جديدة وحاجة باهية، معناها باش نحاولوا ما نبسطوا. أهميتها أولا في طبيعة القرارات اللي تصدر عنها. هذه القرارات هي قرارات تلزم جميع السلطات، يعني رئاسة الجمهورية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية بالأساس اللي تصدر في القوانين وتنشئها، مطالبة أنها تسمع كلام المحكمة، يعني تخضع لسلطة هذه المحكمة وتأخذ بما جاءت به قراراتها. الحاجة الثانية هي أنه لمثل هذه المحاكم في العالم الكل يوم دور كبير وهام جدا في حماية حقوق الأفراد وحريتهم. علاش؟ لأنه هذه المحكمة هي التي ستعطي معنى لأحكام الدستور، هي المؤولة لما جاء في نص الدستور، هي اللي باش قلنا اش معناها الاحكام هذيك، اش معناها الحريات، اش معناها الحقوق، وين تقف، الى اي مدى امتدادها، تفرعها. هي ايضا باش تكون الحكم في تسيير دواليب الدوله وفي الحفاظ على المنظومه القانونيه نتاعها الكل. واضح. خلينا نمر للفقره هذه زاده اللي فيها توضيح اكثر حول مساله المحكمه الدستوريه. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على المحكمه الدستوريه. المحكمة الدستورية تمثل نوع خاص من القضاء اللي يفرض احترام الدستور، وهو نموذج تعمم في العالم في بداية القرن الماضي، كما الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، المغرب ومصر. وتضمن المحاكم الدستورية احترام الدستور، كما تنظر في توزيع الاختصاصات بين السلطات، وتسهر على حماية حقوق الدستورية للمواطنين. تتكون المحكمة الدستورية من أخصائيين في القانون كما القضاة والأساتذة الجامعيين، واللي يلزم يتمتعوا بخبرة كبيرة وكفاءة عالية وحصانة تحميهم. هذه كانت معلوماتنا اليوم، وتو نرجعوا للبلاتو.
هكا تكون أصبحت عنا فكرة شاملة على المحكمة الدستورية، وذاك علاش باش نختموا لمتنا توا بكلمة ختام من عند أنيس. تفضل. نحب نقول فراس أنه تكريس المحكمة الدستورية في مشروع الدستور هذايا مكسب كبير بالنسبة للمنظومة القانونية والدستورية في تونس، وخاصة بعملية يعني تكريس الرقابة اللاحقة والسابقة اللي باش تخلي المنظومة القانونية تكون محمية من الفوق ومن الأسفل. شكرا لك أنيس. منى تفضل. أنا نحب نقول اللي إرساء المحكمة هو حاجة باهية برشا، ولكن كنا نتمنى وننتظروا من المجلس التأسيسي أنه يزيدها صلاحية لضمان الحقوق والحريات، ألا وهو إعطاء الحق مباشرة للمواطن أنه يتوجه لها إذا ما وقع مس في حق من حقوقه ولا في حرية من حرياته، على غرار النظام الموجود في ألمانيا وإسبانيا وغيرها من بعض الدول. ربما في المستقبل. واضح منى. شكرا ليك. شكرا لك أنيس مرة أخرى. كانت هذه لمتنا الدستورية. أطيب الأوقات، إلى اللقاء.